ماشي. طب بص القلم والقلم هو شغال فيه دلوقتي. لا يا عم الحاج عايز تغير مكان وخش جوه المكتب. تعالى اتفضل تعالى تعالى. لا يعني عايز يبيعه ويشتري بقى لازم الدنيا كده. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اللقاء مع الحاج احمد الجندي مضرب شفا. تمام. الكلمه حضرتك تقولها للساده المزارعين، يعني يجيبوا الرز، نظام الرز هنا ازاي وبيجيبوا براد المضرب؟ والله احنا موفرين كل الطرق يعني والسهوله في الاستلام. تمام. ودفع فلوس كاش على طول. ما بننزلش عيار. والناس ما شاء الله في توريد عندنا في المنطقه كويس جدا. تمام. والجمعيات الزراعيه مساهمه معانا وبيدفعوا بالناس الفلاحين المزارعين للتوريد. والامور ماشيه زي الفل والخير كتير يعني ان شاء الله. طب بالنسبه للمزارع بيورد على كام؟ يعني السعر بيورد على كام في المضرب؟ ب 6850. 6850. تمام. طب حضرتك يعني انت يعني كل الايام متواجدين؟ احنا يعني بنشتغل كل الايام من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 7 بالليل. من 7 الصبح ل 7 بالليل طول ما في توريد احنا فاتحين. طب المزارع يجيب ايه معاه بالظبط؟ يعني مثلا يجيب البطاقه، احنا مثلا بنجيب الرقم القومي ورقم الحيازه. ايوه. والمساحه بتاعته بيجيب بيان من الجمعيه الزراعيه. تمام. واحنا بنوفيه ونديله ماشي. كل الورق بتاعه يعني. شاكرين فضل حضرتك، شكرا جزيلا. لا تحت ومعنا امرك. اللقاء للمهندس عصام الكرام، مدير الاداره الزراعيه ببسيون. الكلمه حضرتك توجهها برضه للساده المزارعين. الكلمه بوجهها للساده المزارعين يا اهالي ومزارعي مركز بسيون. الاخوه الاعزاء، ضروري 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 توريد الكميه المقرره على كل مساحه بمعدل طن للفدان او 42 كيلو لكل ايراد. احنا بدأنا بكبار المزارعين هنبعت لهم انذارات عن طريق اداره التموين. ويا عم اعتبر ده واجب وطني وواجب قومي ان انت تطلع طن رز من معدل انتاج عندك 4 طن رز. فتمن الطن 6850 جنيه، ونسبة الرطوبة لغاية 14% بيتم التسليم بدون أي خصم. زادت نسبة الرطوبة ب 15 أو 16% بخصم 1 أو 2% من إجمالي الوزن. وأزيد من 16 1 من 10 بقى أرفض يرجع 12 ويرجع مرة تانية. فبقول للمزارع ورد كمية الرز اللي عندك، لأن الإجراءات والعقوبات هتفعل بمعدل 10,000 جنيه لكل طن رز. طبعا هتحرم من الخدمات اللي بتقدم من خلال البنك الزراعي بقروض، سواء قروض زراعية أو قروض إنتاج حيواني بفايدة 5%. وطبعا هتحرم من دعم الأسمدة، ومن الممكن يحذف من بطاقات التموين. والعقوبة الأشد منك لو زرعت السنة الجاية رز وانت في الدورة فبعتبرك مخالف ويحرر لك محضر مخالفة. فده واجب وطني وكلنا لازم نكونوا نساعده في الدولة، وكلنا في ظهر الدولة. وطبعا الدولة ادتنا كتير، وفرت لنا مية لزراعة الرز، وفرت لنا أسمدة مدعمة. طن الكيماوي على مستوى العالم النهاردة 26,000 جنيه. انت بتاخد الطن بكام؟
تاخد طن ب 4600 جنيه او 4700. طيب فرق الدعم اللي الدولة بتديه في طن الكيماوي من 26,000 يعني حوالي 22,000 أو 21,000 وشوية. طيب الناس هيخدعوك بعض الجهات المارقة أو الجهات الحاقدة أو الغير محبة للوطن إن فرق الرز بره، الرز النهارده فرق 2000 جنيه إيه يعني؟ أنا أحطهم لبلدي لدعم بلدي، وإن أنا أمر بالأزمة اللي العالم كله بيمر بيها وأتخطاها، واللي أكله من فاسه قراره من راسه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لفضل حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا بالتوفيق باذن الله.